اهلا وسهلا بيكم على قناه عدل تيوب. معاكم جرجس عدلي، سينيور الكتريكال تكنيكال اوفيس انجينير، ومكملين مع بعض في البلاي ليست بتاعتنا واللي موضوعها ازاي تبدا مشروع من الصفر على برنامج الريفت. ظاهر قدامنا دلوقتي على الشاشه كل الخطوات اللي احنا عملناها في البلاي ليست بتاعتنا لحد دلوقتي، بدايه من فتح التمبلت المناسب للتخصص بتاعك لحد ما قمنا بعمل اورجانيزيشن للبروجكت براوزر باستخدام البروجكت بارامترز. والخطوه اللي هنقوم بيها النهارده ان شاء الله هي اننا هنعمل كرييت لكل الفيوز اللي هنحتاجها في البروجكت بتاعنا، سواء كانت الفيوز دي سيلينج بلان او فلور بلان. بالاضافه لكده هنعمل كرييت لكل الفيو تمبلتس. واول حاجه عاوزين نعرفها يعني ايه فيو تمبلت. لو احنا واقفين في فيو زي الفيو اللي احنا واقفين فيها دي، هنلاقي فيه مجموعه من الخصائص للفيو دي. يعني اول حاجه عندنا مثلا زي السكيل الخاص بالفيو، الديتيل ليفل الخاص بالفيو، عندنا برضو الفيجوال ستايل الخاص بالفيو. دي كلها خصائص خاصه بالفيو. لو كمان دخلنا على الفيزابيلتي جرافيكس بتلاقي متحدد ايه الحاجات اللي تظهر في الفيو دي وايه الحاجات اللي ما تظهرش في الفيو دي، وكل فيو بيكون ليها خصائص مختلفه عن الفيو الثانيه. فلو انا عندي مجموعه من الفيوز مشتركين في الخصائص، يعني انا مثلا عندي مجموعه من الفيوز خاصين بالاناره، الفيوز دي كلها انا عاوز يظهر فيها الوحدات الخاصه بالاناره والمفاتيح الخاصه بالاناره، وفي نفس الوقت عاوز الغي فيها الحاجات اللي هي مثلا زي الفاير الارم ديفايسز والحاجات الخاصه باللايت كارنت. فمجموعه الفيوز دي كلها ليها خصائص مشتركه، فعلشان ما ادخلش على كل فيو واعمل ضبط للخصائص الخاصه بيها على حده واخد وقت طويل، فبالتالي انا بلجا للفيو تمبلت. بعمل كرييت للفيو تمبلت وبطبق الفيو تمبلت ده على مجموعه الفيوز دي مره واحده بحيث يكون كلهم ليهم نفس الخصائص. ولو عدلت في الفيو تمبلت ده اي تعديل بعد كده بيطبق على كل الفيوز دي مع بعض في نفس الوقت. طب دلوقتي انا عاوز اعمل كرييت للفيو تمبلتس، اعمل ازاي الخطوه دي؟ قبل ما نبدا في عمل كرييت للفيو تمبلتس لازم نتفق في الاول على الاسماء الخاصه بالفيو تمبلتس اللي احنا هنعملها، وايه هي اساسا الفيو تمبلتس اللي احنا محتاجينها في المشروع بتاعنا. علشان كده تعالوا ندخل مع بعض على برنامج الاكسل ونشوف ازاي هنسمي الفيو تمبلتس اللي هنعمل لها كرييت. ظهر قدامنا دلوقتي شيت اكسل انا عامله علشان اكتب الاسماء الخاصه بالفيو تمبلت واحدد الخصائص الخاصه بكل فيو تمبلت. بعمل ازاي الخطوه دي؟ اول حاجه كده باجي اعمل السيستمز او احدد السيستمز اللي انا هشتغلها في المشروع. فزي ما انا عامل كده انا عندي هنا لايتنج وباور وكيبل روت وفاير الارم الى اخره. دي كده السيستمز اللي انا هشتغلها. وببدا بعد كده اسمي الفيو تمبلت وفقا للنيمنج كونفنشن الموجود عندي. لو انا ما عنديش نيمنج كونفنشن محدد في المشروع فبالتالي انا ممكن اتبع الطريقه اللي انا عاملها دي. اول حاجه انا كتبت هنا البروجكت كود اللي هو P123 اللي هو البروجكت كود الخاص بالبروجكت بتاعنا. تاني حاجه عملت خانه خاصه بالديسيبلين وحددت فيها سواء الكتريك او اي سي تي. تالت حاجه حددت السيستم نيم سواء لايتنج او باور او الكيبل روت على حسب السيستم اللي انا هشتغله. رابع نقطه بحدد هل الفيو تمبلت ده هيطبق على فلور بلانز ولا هيطبق على سيلينج بلانز. واللي هيطبق على الفلور بلانز كتبت كلمه بلان، واللي هيطبق على سيلينج بلانز كتبت ار سي بي. اخر حاجه حددت السكيل اللي هيكون خاص بالفيو اللي هو 1:100. بعد كده جمعت كل الخانات دي في خانه التمبلت نيم، وده اسم التمبلت اللي هيسمى بيه الفيو تمبلت اللي هنعمل له كريت. فزي ما انت شايف عندك كده هيبقى مثلا الفيو تمبلت الخاص بالاناره هنسميه B123 اندرسكور الكتريك اندرسكور لايتنج اندرسكور بلان اندرسكور 1:100. فانا اقدر اعرف بس من مجرد ما اشوف اسم التمبلت ده ان ده هيكون خاص بلوحات الاناره خاص بالفلور بلانز، وهيكون السكيل الخاص بيها 1:100. وممكن علشان تجمع الاسم في خانه التمبلت نيم تستخدم ايكويشن على الاكسل اسمها تكست جوين. ممكن تعمل سيرش على الايكويشن دي لو انت محتاج تعرف معلومات اكتر عنها. بعد ما حددنا اسم التمبلت نيم عاوزين نحدد الخصائص الخاصه بكل تمبلت. واهم 3 خصائص انا هحددهم دلوقتي وانا بعمل كرييت للتمبلتس هي الحاجات اللي هتحدد مكان الفيوز في البروجكت براوزر. وده علشان لما اعمل كرييت للفيوز تنزل لي في المكان الصحيح الخاص بيها وما تنزلش الفيوز على بعضها وبعد كده اتعب في فصل الفيوز عن بعضها. لو رجعت للفيديو اللي فات في خطوه رقم 6 هتلاقينا كنا عاملين كرييت ل3 بروجكت بارامتر. ال3 بروجكت بارامترز دول هم الفيو جروب والفيو تايب والسيستم اللي هم ال3 دول. وكان الهدف منهم ان احنا من خلالهم بنقدر نتحكم في الترتيب الخاص بظهور الفيوز داخل البروجكت براوزر. فانا مليت فعلا الفاليوز اهي الخاصه بالبارامترز دي في شيت الاكسل بتاعي، بحيث اثناء ما انا بعمل كرييت للفيو تمبلت
هملى الفاليوز الخاصه بالبارامترز دي بالقيم اللي انا كاتبها دلوقتي في شيت الاكسل، علشان الفيوز اللي انا بعمل لها كرييت تظهر في اللوكيشن اللي انا عاوزه في البروجكت براوزر. وهتلاقيني هنا كمان استخدمت الارقام اللي هي 01 و02 و03 علشان احدد ايه اللي يظهر قبل ايه في البروجكت براوزر. علشان نفهم الكلام ده بصوره اوضح، تعالوا ننفذ الكلام ده عملي دلوقتي على برنامج الريفت. رجعنا مره ثانيه لبرنامج الريفت، وهنبدا دلوقتي نعمل كرييت للفيو تمبلت. فهنيجي كده من الفيو تاب، هنضغط عليها وهندخل على الفيو تمبلت وهنختار مانج فيو تمبلت. هيفتح لنا القائمه دي. هنيجي هنا كده نشوف الديسيبلين، هو مختار اول، يعني دي كل الفيو تمبلتس الخاصه بكل التخصصات. فانا طبعا محتاج الالكتريك، بعد كده الفيو تايب. هبدا في الاول بالفلور بلانز. هتلاقي اللي ظاهر لك اهو الفيو تمبلت اللي هو اسمه الكتريك بلان. فهاجي هنا كده اضغط على دبليكيت، هيظهر لي الخانه اللي هكتب فيها اسم الفيو تمبلت الجديد. بعد كده هتفتح شيت الاكسل بتاعك جنب برنامج الريفت، او لو انت شغال على شاشتين ممكن تبقى فاتح شيت الاكسل على شاشه وبرنامج الريفت على شاشه، وتبدا تنقل اسماء التمبلتس زي كده. هاخد اول واحد اللي هو خاص باللايتنج، هحطه هنا وهضغط على اوكي. بعد كده عندي الثلاثه بروجكت بارامترز اهم، اللي هم فيو جروب وفيو تايب وسيستم نيم. هبدا اخد قيم البارامترز دي من هنا، هاخدها كده كوبي بيست واحطها هنا. بعدها هتضغط على اوكي. كده انت عملت كرييت الاول فيو تمبلت. هندخل نعمل الفيو تمبلت الثاني بنفس الطريقه. برضو من فيو تمبلت هنضغط على مانج فيو تمبلت ونختار الفيو تمبلت بتاعنا اهو اللي احنا لسه عاملينه بتاع اللايتنج، ونعمل منه دبليكيت. وادخل كده اخد اسم التمبلت الثاني اللي هو بي 1 2 3 اللي هو خاص بالباور، وهضغط على اوكي. وهغير في البارامترز، هو كان الاختلاف بس في الاسم الخاص بالسيستم، وهضغط على اوكي. بعد كده هعمل التالت اهو نفس الفكره، اختار مثلا بتاع الباور او اللايتنج اي حاجه مش مشكله، وهعمل كوبي وهاخد الفيو تمبلت بتاع الكيبل روت اهو الاسم بتاعه، واضغط على اوكي. اخر بارامتر هو اللي كان مختلف اللي هو الكيبل روت، هغير الاسم بتاعه واضغط على اوكي اهو. عملنا كده كرييت للتالت. نعمل بعد كده بتاع الفاير الارم، وهغير البارامترز المختلفه. كان الفيو تايب تبع اللايف سيفتي، واسم السيستم اللي هو الفاير الارم، وهضغط على اوكي. هندخل على الفيو تمبلت اللي بعده. كده انا عملت كرييت لكل الفيو تمبلتس الخاصه بالفلور بلينز. واثناء ما انا شغال زي ما انت لاحظت كده كان في بعض السيستمز كنت عملت البارامترز او كنت مالي البارامترز بتاعتها بقيم مش مظبوطه، فظبطتها معايا اللي هم الداتا والتليفون، خليتهم هيبقوا تحت الفيو تايب اللي هو اي سي تي.
بعد ما خلصت الخطوه دي هبدا دلوقتي اعمل كرييت للفيو تمبلتس الخاصه بالريفلكتد سيلينج بلان. فهعمل الخطوه دي ازاي؟ برضو بنفس الطريقه هدخل على الفيو تمبلت، بعدها هدخل على مانج فيو تمبلت، وهاجي كده اختار الكتريكال من فوق، بعدها هختار الفيو تايب فلتر، هختار السيلينج بلانز، هلاقي في تمبلت اهو خاص بالالكتريكال سيلينج، هعمل منه دبليكيت وهبدا اكتب الاسم الخاص بالسيلينج او السيلينج تمبلت اللي احنا عاوزين نعمله. انا هعمل 2 بس فيو تمبلت خاصين بالسيستمز اللي هم اللايتنج والفاير الارم، ودول لان التو سيستمز دول بيكون ليهم حاجات موجوده في السقف زي طبعا الكشافات والديتكتورز، فبيفضل يبقى في فيوز خاصه بالريفلكتد سيلينج خاصه بيهم. ده بيساعدني في ان انا اعمل هوست للديفايسز على السقف بشكل اسرع. هنضغط على اوكي وهتقفل، بس هنفتحه مره ثانيه. هندخل اهو على الكتريك، بعد كده سيلينج، هدخل اهو على التمبلت بتاعي اللي انا بعمله وهملى البارامترز بتاعته. الفيو جروب هخليه شيت فيو، وهنخلي الفيو تايب اللي هو 01 باور، والسيستم اللي هو 01 لايتنج، وهنضغط على اوكي. فاضل معانا اخر فيو تمبلت هنعمله. هنقف على بتاع اللايتنج اهو، نعمل منه كوبي وناخد الاسم بتاع الفيو تمبلت اللي هو خاص بسيستم الفاير الارم، وهضغط على اوكي، وهخلي الفيو تايب 02 لايف سيفتي، وهخلي السيستم فاير الارم، وهسيب لك شيت الاكسل ده، هسيب لك رابط التحميل الخاص بيه في الديسكريبشن اسفل الفيديو علشان تقدر تتابع معايا او تطبق معايا الخطوات دي بشكل عملي على برنامج الريفت. وهسيب لك برضو اللينك الخاص بملفات العمل اللي هو الموديل اللي احنا شغالين عليه في الديسكريبشن اسفل الفيديو. هنضغط على اوكي، وكده يبقى انهينا اول خطوه معانا اللي هي خاصه بكرييت الفيو تمبلتس. وبكده نكون انهينا الجزء الاول من الفيديو الخاص بازاي نقدر نعمل كرييت للفيو تمبلت، وفي الجزء الثاني ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل كرييت للفيوز. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير، واشترك في قناه عدل تيوب علشان يوصل لك كل الجديد في عالم الريفت والبيم. بشكركم على متابعتكم والى اللقاء.